ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه تامر حسني الجديده من البوم هرمون السعاده، وهي اغنيه وفيديو كليب موضوع رجعنا. نازله كده حبه حلوين، يلا بينا. اغنيه وفيديو كليب موضوع رجعنا تامر حسني من البوم هرمون السعاده، قلت اطلع اتكلم عليها معاكم واقول لكم رايي في الفيديو كليب وفي الاغنيه. مبدئيا كده على السريع اقول لكم فريق العمل: كلمات تامر حسين، ومن الحان مديان، ومن توزيع وسام عبد المنعم. انا بالنسبه لي شايف ان هي كانت مفاجاه كبيره. تامر عامل فيها شغل من حيث التوزيع، من حيث الكلمات، الحان. اغنيه توب جدا. شايف ان هي من اقوى اغاني البوم هرمون السعاده. اغنيه يعني دراما تقيله جدا، يعني هتعيش يا جماعه. انا بتكلم في اغنيه هتعيش لتامر حسني، مش مجرد اغنيه دراما نزلت كده وخلاص وممكن ان هي تعجبنا في وقت معين وننساها. اغنيه جامده قوي. تامر حسين طبعا شاعر كبير جدا وانا بحب شغله. عامل اغنيه لتامر من احلى الاغاني الدراما اللي عملها له في الالبوم. بجد اغنيه حلوه قوي. ده اول تعاون ما بينه وما بين تامر في البوم هرمون السعاده. يعني انا عايز ان هو ياخد منه شغل اكتر. تامر حسين مكسب لاي فنان. اغاني دراما، اغاني رومانسيه، اغاني هاوس، كل الاغاني اللي بيعملها او اكتريتها في منها معاني جديده، وفي نفس الوقت كمان بتبقى محسوسه جدا عند الناس. الاغنيه كلماتها كانت حلوه من تامر حسين، اقول له شابوه كبير جدا على الكلمات الحلوه اللي انت عملتها. مديان ملحن جامد قوي، وعمل لتامر في البوم خليك فولاذي لو تفتكروا اغنيه نفس النهايه. اغنيه كانت مكسره الدنيا، واغنيه دراما قويه، واللحن كان قوي جدا في الاغنيه. فمديان برضو انا شايف ان هو مكسب كبير جدا ان تامر يضمه الالبوم هرمون السعاده. توزيع وسام عبد المنعم، انا بالنسبه لي شايف ان هو موزع تقيل وبيعمل اغاني دراما محترمه ومتعوب عليها. دايما التوزيعات الدراما لو تلاحظوا وسام عبد المنعم مختلفه دايما، وبيبقى فيها شغل متعوب عليه في المزيكا، في حيث الجيتار اللي بيبقى محطوط. بيتعب قوي في الشغل اللي بيقدمه، وده فعلا باين جدا. واللي سمع الاغنيه انا هيفهم انا قصدي ايه كويس. انا عايز اللي سمع الاغنيه يقول رايه في الكومنتات، يقول الاغنيه كانت عاجباه ولا ما كانتش قد كده. حتى الناس اللي مش من فان تامر حسني هتبقى حابه الاغنيه دي وعايزه ان هي تسمعها. الاغنيه هتكسر الدنيا في كل حته الفتره اللي جايه، وافتكروا كلامي ده كويس. كل الناس هتسمعها وهتعمل نسب استماع عاليه. الاغنيه كلمات، الحان، توزيع توب جدا، وكانت عجباني. تامر واحساسه فيها كان عالي قوي. فشايف ان الاغنيه كلها كانت باكج على بعض، طالعه بشكل جامد قوي. بالنسبه لي الفيديو كليب هو من اخراج تامر حسني. ومبدئيا اكتريه الفيديوهات الكليب اللي نزلت في البوم هرمون السعاده هي من اخراج تامر. شايف ان تامر عامل فيها شغل كويس قوي. فكره الفيديو كليب كانت حلوه، التصوير، فكره الابيض والاسود اللي عملها. انا شايف ان الفيديو كليب كان معمول بطريقه شياكه جدا، واقول لتامر شابوه كبير جدا على الاغنيه وعلى الفيديو كليب اللي انا سمعته وشفته. بجد كنت مبسوط جدا وانا بتفرج على الاغنيه او بسمعها. وانا عايزكم تركزوا في المزيكا كويس قوي. تامر عامل في الاغنيه دي شغل جامد قوي فعلا. يعني هي اقوى اغنيه دراما بعد اغنيه ما وحشتكيش بالنسبه لي. شايف ان هي اغنيه توب جدا وهتعيش لتامر، مش مجرد اغنيه دراما ممكن ان هي نزلت في وقت وممكن ان هي تتنسي. اغنيه توب قوي. وخدوا بالكم ان الريتم ده بيبقى في تامر تحفه. يعني تامر لو ركز في الاغاني دي والنوعيه دي بشكل كبير هيروح في حته ثانيه خالص. انا عايز تامر الفتره اللي جايه يتعاون مع شعراء ومع ملحنين ومع موزعين، عشان دايما يكون في تبادل افكار. مش كل الاغاني احس ان هي من كلمات والحان تامر، مع ان تامر على فكره عامل اغاني كلمات والحان كانت توب وجامده جدا. انا شايف ان الالبوم ده معظمه كلمات والحان تامر حسني. فانا عايز ان يكون في تعاون اكتر مع ناس اكتر. الممثله كانت الموديل معاه في الكليب، الممثله رانيا، كانت عامله شغل جامد، وشايف ان هي ادت الدور بشكل محترم، طلع بشكل كويس. وانا عايز الفتره اللي جايه تامر يركز على حته ان هو يتعاون مع شعراء وموزعين وملحنين. تامر داخل في موضوع الاخراج. الاخراج دي برضو قصه ماشي، هي قصه كويسه وتامر عاملها حلو، بس احنا برضو عاوزين نشوف برضو شغل مع مخرجين. ده بيضيف لرصيده اكتر بعد كده. كمان ان تامر مركز في الاخراج بشكل كويس جدا. عامل كذا كليب في الالبوم شايف ان هم كانوا كويسين. فكره ان مش دايما الواحد يبقى صاحب النظره الواحده، لازم يكون في كذا عين بتبص معاه علشان يطلعوا نتيجه افضل. الشخص مثلا شايف كل حاجه من رؤيه واحده او من زاويه واحده، ده برضو مش هيبقى في صالحه بشكل كبير. فانا عايز تامر برضو يتعاون مع مخرجين كبار. اي نعم الفيديو كليب حلو واداء تمثيلي كان رائع من تامر او من رانيا، شايف ان هو كان اداء كويس جدا. بس انا شايف ان انا عايز اشوف برضو رصيد لتامر يتحط له بعد كده في تاريخه، ان هو تعاون مع مخرج كذا ومخرج كذا، وهو تعاون مع مخرجين كتير. لكن انا عايز اشوف ده كتير الفتره اللي جايه. انا بحيي تامر حسين، مديان، وسام عبد المنعم، فريق العمل كله. تامر حسني عامل كليب ممتاز جدا، صوت، احساس، كل حاجه بصراحه كانت طالعه. شايف ان هي 10 على 10، واغنيه تستاهل تاخد 9 على 10. الفيديو كليب تقييمه بالنسبه لي 8 من 10. الاغنيه كانت طالعه بشكل كويس. تامر فعلا تعب في الاغنيه دي جدا، واغنيه دراما تقيله. انا عايز تامر يستمر على نفس المستوى ده
بجد شايف ان هو مركز جدا في ألبوم هرمون السعاده وعامل اغاني لايقه جدا بتاريخه وبمستواه الفني. انا مستني كل رايكم في الكومنتات تحت، تقولوا لي الاغنيه كانت عجباكم ولا مش قد كده، والفيديو كليب كان عاجبكم ولا شايفين ان هو كان ممكن يطلع احسن من كده من تامر حسني. ده كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد بتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعمل لايك لو الفيديو عجبك، وشير لكل اصحابك على قد ما تقدر في كل مكان. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام.